كابتن جوهري ممكن ما يبقاش راجل تكنيك نمره واحد يعني فنيا ما يكونش اعلى مدرب في مصر انما هو اعلى مدرب بحته الحافز وده اللي بيشتغل عليها حسام حسن دلوقتي. يعني حسام حسن ما عندوش الخبرات التدريبيه. أيوة. بس بيعوض. يعني انا اتفرجت على حسام في كام تمرين كده وهو بيمرن الزمالك. حسام ما عندوش التكنيك بتاع المباراه، يعني يقدر يحط خطه مباراه او الكلام ده. انما حسام عنده الحماس اللي بيخلي اللعيب يطلع الحاجات دي وبزياده شويه جوه الملعب. يعني نفس مدرسه الجوهري، يعني بالظبط كده بالظبط. يعني عارف نفس يعني مدرب نفساني اكتر منه. بالاضافه ان حسام مع الخبر، يعني مع الخبرات وكتر التدريب الفتره الجايه هيزيدوا بحاجه كويسه قوي. طبعا لا هيبقى حاجه كويسه قوي. ليه؟ عنده دي وهو بيكتسب اللي كانت ناقصه. فهيبقى كويس قوي. فاللي ما عندوش قلب ما عندوش اي حاجه. حسام عنده القلب وعنده الحافز دوت، فهيبقى حاجه كويسه قوي. فاهمني؟ كمدرب فالمباراه جوهانسبرج دي يقين احنا كسبانين خلاص، الموضوع منتهي يعني. دي السوبر الافريقي بالظبط كده. ارجع تاني بقى ايه لورا كده، مباراه الزمالك والاهلي ايام فريق الاحلام، الماتش اللي حصل فيه انسحاب اللي انسحبنا فيه. ماشي، اللي هي كانت ازمه النادي الاهلي وازمه الحكام قادر عبد العظيم. هو ده اللي كان حسام حسن كان بيلعب في الاهلي وحط الدور الثاني ومحمد حافظ وانتوا انسحبتوا. ما هو محمد انت مش بتنسحب على كده. انت كجهاز فني دخلك المشكله. انت كفرقه احنا افضل. احنا كنا بنلعب فرق الدوري واحنا مثلا في المباريات بعض اللعيبه اصحابنا يقولوا لنا يا اولاد الذين خلصوا الماتش احنا تعبنا خلاص. والله العظيم كده كان مرتب بعض اللعيبه فرقه عاليه. فريق الاحلام طبعا احمد الكاس انت تكسب اي فرقه تكسبها 3 4 5 3 4 تكسب الاسماعيلي 5 وبتكسب المصري 3 بتكسب الاتحاد 4 سنتين ورا بعض. فاهمني؟ فانت جاي تلعب قبل المباراه بتهزروا يعني. لا مش بتهزر. الجهاز الفني بتاعك دخلك ايه ده الاهلي عايز يجيب عبد العظيم. ده ماتش الاهلي والزمالك. الاهلي عايز يجيب ده، احنا مش عايزين عبد العظيم، احنا عايزين محمد حافظ. الاهلي مش عايز محمد حافظ. فانت الفرقه كلها بتتكلم في الحكم ونسي تتكلم في المباراه، نسي نتكلم في الاساس اللي احنا جايين نلعب عشان مباراه. مين اللي في الملعب دلوقتي؟ يعني المدير الفني يخرج كده يبص ايه ده قادر بيسخن، احنا مش هننزل، لا ده فلان مش فاهمني؟ لدرجه ان انت مش عارف حاجه. انت كلعيب لا خدت الحافز ولا فاهم انت هتعمل ايه. دخلت في الصراع بالظبط كده. دخلت في الصراع وخلاص. فعشان كده الامور كلها تاهت. وبعدين الحكم كمان اللي اسمه قادر عبد العظيم ده ربنا يسامحه يعني ويخلوا له الحاجات دي في اخرته ان شاء الله في اعماله. لو بصيت لو ظلمكم لا ظلم. لو بصيت للمباراه يعني انا في كوره مثلا انا جاي من نص الملعب لعبت كوره من ورا ابراهيم حسن ورايح انا وشوبير، راح ابراهيم حسن مش هنكل راح مديني انذار انا. فاهمني؟ فلا. وبعدين انت كاتحاد كوره كمان لازم كنت تبقى اتحاد محترم. الناس اللي كانت موجوده دي كانت لازم تبقى ناس محترمه. بمعنى ايه؟ انا في 2 ناديين، نادي معترض على الحكم ده ونادي معترض على الحكم، الاثنين مع الف سلامه. اجنبي بالظبط. اجيب مصري اي حد تاني بس ثالث يعني انت نادي الزمالك اعترض على ان قادر عبد العظيم يحكم المباراه والنادي الاهلي اعترض ان محمد حافظ يحكم المباراه. طب خلاص طلع الاثنين بره. انت اتحاد كوره المفروض محترف. وبعدين ايه اتحاد الكوره بقى من المساوئ ان قادر عبد العظيم ما نزلش يسخن في الملعب، ينزل يسخن مع الاثنين حكام التانيين جمال غندور. ما انا بقول لك دي مهازل الكوره عندنا في مصر. دي مهازل الكوره او مهازل الناس اللي ليها علاقات وليها بيزنس. يعني الواحد بعد كده عرف موضوع الاهرام ده. الواحد ما كانش متخيل ان في بيزنس بيتم في الدوله باسم الكوره ووكاله الاهرام والنادي الاهلي وحتى الفلوس اللي بياخدوها. يعني انت عايز تقول يا كابتن عفت، يعني عايز تقول لي عايز تتهم ان النادي الاهلي بياخد البطوله بالحكام؟ عايز تقول كده؟ بص النادي الاهلي لعيبه كويسه ولا بالبيزنس؟ هو لعيبه كويسه ومدربين كويسين ونادي كويس. انما بمساعده بعض الحاجات دي النادي الاهلي بتزيد بطولاته. هو نادي كويس ممكن ياخد بطولات من غير الحاجات دي. انما لما بيحتاج الحاجات دي بتظهر له بشكل كويس. زي التعاقدات كده بتاعت اللعيبه، يعني نجيب اي 2 لعيبه تروح الزمالك ولا تروح الاهلي؟ لا اروح الاهلي. ليه؟ لفلوس الاهلي اكتر. فاهمني؟ الان النادي الاهلي هيدفع له مثلا وفلوسه حاضره. بس النادي الاهلي هيطلع له مليون، نادي الزمالك هيطلع له 2 مليون، بس النادي الاهلي هيجيب له وكاله الاهرام الاعلان 5 مليون جنيه، نادي الزمالك مش هيجيب له حاجه. لا فيروح يعني وكاله الاهرام كانت الظهير للنادي الاهلي في كل تعاقداته وفي كل اي حكايه تخص النادي الاهلي او تكبر من النادي الاهلي وكاله الاهرام اللي كانت بتعملها. بدليل بعد الثوره بقى لما شفنا بقى الاختلاسات ومش عارف وكم 800 وكم مليون خدوا من النادي الاهلي بدون وجه حق من وكاله الاهرام للاعلام. حاجات كتير قوي. الحاجات دي كنا بنتكلم عليها، بس ايه لما تيجي تتكلم عليها تتكلم عارف وانت خايف لا تقول لا ده الكلام ده حصل او ما حصلش. لا
الكلام ده بقى ظاهر دلوقتي، بقى في حسن حمدي، كابتن حسن حمدي متهم في قضيه كبيره جدا، كابتن خطيب متهم في قضيه كبيره جدا، ولسه برضه لسه بيتحقق فيها قيد التحقيق. وللاسف لا للاسف هقول لحضرتك حاجه، هو للاسف برضه عندنا يعني الموضوع عشان القضايا كتير قوي فالقضاء بطيء قوي وروتيني، لكن هو برضه غصب عنهم، فممكن ان شاء الله نامل ان هم يزودوا عدد القضاه والمستشارين عشان برضه القضايا ويتعمل محكمه رياضيه زي ما اتفقنا. وانت قلت لي محكمه رياضيه خاصه بالرياضيين هتخلصنا من الازمه دي. يا ريت يبقى يحققوا في كل الحاجات دي، حتى فساد ليك او عليك هيحققوا فيها، وده كل مطلب الرياضيين في الدستور. يمكن انا جبت قبل كده في الحلقات اللي قبل كده الماضيه الاستاذ محمود معروف والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن محمود عثمان الحكم الدولي واللي هو سفير نور والدكتوره سهره عبد الحق رئيس نادي النصر وكمان حضرتك، فانت بتكلموا كل الرياضيين عندهم امل اللي يبقى في محكمه رياضيه في الدستور. دي مهمه قوي. كمان يتعمل دلوقتي، انا نفسي اتحاد الكوره يعمل حكام محترفين. حكام محترفين لازم. كان الكابتن جمال غندور اتكلم فيه قبل، لان انا في بعض الحكام انا كنت بمرن في مكان كده اكاديميه رياضيه، وكان الحكام بيجي يتمرنوا في المنطقه ديت يعني، فكنا بندردش مع بعض. قال لك انت يعني انا لو انا حكمت ضد النادي الاهلي في المباراه دي هتوقف 3 4 ماتشات ما العبش، ممكن ما العبش تاني خالص. انا لو ما ساعدتش فلان ده، اصل ده تبع منطقه الفيوم بتاعت كره القدم، هو عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، فلو ما حكمتش مش عارف ايه هطلع مش عارف، فاهمني؟ مشكله. لا فالاحتراف هيشيل الموضوع ده وهيبقى راجل محترف بياخد فلوسه ويحكم اي مباراه. الناديين ممكن يتفقوا على حكم. كابتن عفت انا عايز اخرج لحاجه سؤال يمكن بس عشان وقتنا برضه بيقولوا لي خلص، الوقت بيعدي بسرعه كالعاده بيداهمنا يعني، لكن انت تتوقع يعني فوز مصر او وصولها المونديال البرازيل 2014 ان شاء الله في البرازيل كمصري؟ انا عايز بقى تقول لي كمصري بسرعه كده ايه تتمنى، وكلاعب كوره وعندك ومدرب حاليا لقوم حماده الف مبروك يعني. الله يبارك فيك. اتمنى بجد ان احنا نقابل فريق من الفرق الافريقيه، ما نقابلش فرقه من شمال افريقيا. دي بالنسبه لي اتمنى الفتره اللي جايه ان يتعمل مباريات وديه كتير جدا للمنتخب، لان في لعيبه قبل الماتش الفيصل بالظبط اللي هيتحقق يوم ده الاسبوع ده خلاص، ده يوم الاثنين تقريبا هيحددوه الاسبوع، هيتحدد كمان عشان في بعض الناس فاهمه غلط ان المستوى الاول يبقى تلعب على ملعب الخصم المستوى الثاني الاول وبعد كده تلعب على لا دي بتعمل لها قرعه، لا خالص دي بتعمل لها قرعه من اول وجديد. لكن احنا مصر اللي احنا عارفينه وحافظينه اللي مصر هتلاعب يا تونس يا الجزائر يا غانا يا كوت ديفوار يا نيجيريا، لان احنا المستوى الثاني. بص انا اتمنى اي فرقه من الفرق السمراء دي بعيد عن تونس والجزائر عشان نفسيا هم يعني بيلعبوا علينا شويه. لا هم أعلى. مش اعلى، هم بينرفزونا بسرعه. تونس والجزائر اقل من الخمس فرق دول يعني اقل فنيا. مظبوط. انما انت بتدير المباراه بشكل كويس لما تكون بتلعب مع الفرق الافريقيه دي، وبالذات شوف كل نتائجك معاهم عامله ازاي، اذا كان مثلا مع الكاميرون او مع نيجيريا او مع غانا، شوف كل نتائجك معاهم على مستوى انت اعلى بكتير. ماشي ولصالحنا. ولذلك نبيل معلول اللي مشي النهارده يمكن اخر خبر جالي برضه عشان الناس تعرف، رود كرول عارفه كان بيضربه في الزمالك بقوه جدا بالظبط، تعاقدوا معاه مع تونس فعلا بدل نبيل معلول. نبيل معلول بيقول ايه؟ بيقول المنتخب المصري اقوى من تونس والجزائر بمراحل، ولكن الناحيه النفسيه لينا احنا بنعرف ننرفز اللعيبه وبنعرف نخرجهم عن شعورهم وتركيزهم في المباراه. ده الكلام اللي احنا تقريبا اتفقنا عليه، كان ماشي طول الفتره اللي فاتت. لكن انت تتوقع ان احنا في اي مباراه ان شاء الله لو مباراه افريقيه يعني عايز كل ديفوار ونيجيريا وغانا، كل ده يعتمد على الفتره اللي جايه انت هتعمل والتاهيل النفسي من البرادلي كده، انت هتعمل ايه، انت هتختار لعيبه عامله ازاي. انت دلوقتي انت عندك لعيب كتيره جدا خارج الفورمه بتاعتها. سيبك من المباراه بتاعت غينيا اللي فاتت دي، يعني انا مش حاسس ان هي كانت مباراه اكتر من انها تقسيمه يعني. لازم اخيرا تجهيز مباريات كتير وديه، ده حل مباريات وديه والتركيز على المحترفين شويه بالظبط، ولا اركز على اللعيبه اللي انا هبدا بيها المباراه وهلعب بيها المباراه الفتره وايه عمرو زكي وحسني عبد الرب وحسام غالي والناس اللي هي بص انت مع عصام حاضري عوده الحضري مره اخرى للمنتخب ولا لا؟ لو في افاده يرجع اهلا بيه. لكن انت شايف اللي هو اعلى ولا شريف اكرامي؟ لو في افاده ماشي الخطيب وحسن شحاته يرجعوا منتخب مصر رجعوهم. شفت انا قصدي ايه؟ انا بتكلم عليه مين انت يا برادلي، مين اللي انت شايفه اللي يفيدك في الفرق، اللي يفيدك وانت محتاجه. المفروض هو ده نركز عليه دلوقتي ونبعد بعيد عن كل المشاكل وكل حاجه نختم بيها دي ونختم على المجاملات. نختم بقى بعيد عن المجاملات. اعزائي المشاهدين كالعاده الوقت بيعدي بسرعه بيهاجمنا، يعني احنا بنلعب كوره دلوقتي وجايب لكم كوره هو البرنامج استاد العروبه، وحلقه كانت انا شخصيا استمتعت بيها مع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر والمحترف السابق
كأول مصري في الدوري التركي والدوري الفرنسي وفي الرائد السعودي وفي الأمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان صاحب سوق كبير لاحتراف اللعيبة المصريين. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم اليوم في حلقة استاد العروبة، ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة. تحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.